في لقطة غريبة بيظهر فيها كيليان امبابي في مباراة ودية في ابريل الماضي ضد منتخب كولومبيا، اعتبق لنهاية المباراة 10 دقائق، والغريب انه طلب شارة الكابتن عبر لاعب كان وسيط بينهم، مش هو نفسه اللي يذهب ويستلم شارة الكابتن، بغض النظر ان كانتي كان اكبر منه عمرا وكان يجب احترامه. هذه اللقطة سببت غضب للجماهير، اللي في جماهير شافتها لقطة عادية وفي جماهير شافتها شوفة نفس من امبابي، صاروا بعدها يصفوه بالدكتاتور المسيطر على كل شيء، كل تصرف مراقب، اي حركة من كيليان امبابي صارت تعتبر بجدية، حرفيا اي تصرف عليه نقاش من الجماهير، والموضوع كل ما فيه بيكبر حتى وصل للاعب نفسه وزملائه اللي صاروا يلقبوه بموبوتو بالنسبة لاسم رئيس الكونغو اللي كان معروف بالدكتاتورية. وفي كأس العالم الحالي كان قمة ذروة هذا الميم، فكل مباراة كانت تحدث فيها لقطة تشوفها بعد يوم منشورة على منصات التواصل الاجتماعي. فشو لغز هذا الميم وكيف طلع على لاعب كرة قدم بعمر 27 عام؟ في البداية خلينا نفهم شو معنى كلمة دكتاتورية. البعض بشوفها كلمة سياسية بحتية وهذا طبيعي جدا، لكن كلمة دكتاتورية هي كلمة مش مرتبطة بالسياسة فقط، هي وصف لشخص بيسيطر على مجموعة بيمتلك القرار او تعيين او خلاف بدوران من حوله، يعني باختصار حاكم على كل شيء. وهذا بياخذنا لسؤال، هل تصرفات كيليان امبابي تشبه ما تكلمنا عنه ام مبالغة من الاعلام فقط؟ عشان نعرف اكثر لازم نشوف شخصيته من البداية. امبابي ولد في 20 ديسمبر 1998 في ضاحية بوندي شمال شرق باريس، منطقة كانت تعرف بصعوبة الحياة فيها، لكن الشيء الوحيد اللي كان ملاحظ عليه وهو صغير انه كان طفل عنده تقى وبيعرف بالضبط شو بريد، كان يفرض بشكل قاطع اي حل وسط ليقتنع فيه، اذا قال لا يعني لا. حتى هو في العاشرة من عمره في وقت كانت في أندية كبيرة مثل ريال مدريد تراقب موهبته في سن مبكر جدا، اصرت عائلته على امر غير معتاد في عالم كرة القدم انه يكمل دراسته حتى يحصل على شهادة البكالوريا، رغم ان الجميع كان يعرف انه سيصبح نجم كبير في المستقبل. لكن متى ظهر هذا الميم بقوة على امبابي؟ ظهر بعد تصرفاته مع كانتين نتيجة لتصرفات سابقة، لكن يبقى مجرد ميم او شيء للاستمتاع بلا شك. لكن ما بننكر ان امبابي له شخصية غريبة وديكتاتورية نوعا ما، رغم انه لاعب ظاهرة واستثنائي، الهداف التاريخي لفرنسا، الهداف التاريخي لكأس العالم قريبا، هداف ريال مدريد هذا الموسم. فهل كيليان امبابي هو الشخص اللي بقرر مصير الأندية خلف الكواليس، أما أنه ببساطة ضحية لصورة صنعتها الصدفة وسوء الفهم؟ اكتب لي رأيك بالتعليقات، أنا حرفيا حاب أسمع آرائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.